في 5 أسباب يخلوك لازم تسمع دروس بناء الإيمان معانا. ليه؟ السبب الأول إنك أنت تنتقل من خانة إيمان المقلد إلى الإيمان الحقيقي. إنك أنت تنتقل من مجرد إن أنا مسلم لأن اتولدت مسلم، لأن أبويا وأمي مسلمين، لأن في بلد مسلمة، لأن أنا تنتقل إلى إنك أنت تكون فعلا اخترت الإسلام عن فهم، عن قناعة، إن يكون جواك إيمان حقيقي، إسلام حقيقي، فاهم أنا مسلم ليه. السبب التاني إنك تجاوب على أي تساؤلات أو شبهات دارت في عقلك كده، أو شفتها، أو جت في قلبك، سواء قلتها أو ما قلتهاش، سواء استفسرت عنها أو ما استفسرتش، أو حتى طردتها من قلبك كده، قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما فكرتش فيها، بس ما لقيتش إجابة تقنعك. كل تساؤل، كل شبهة، كل نقطة جت في عقلك أو جت في قلبك وما لقيتش رد عليها، هتتعلم في الدروس دي إزاي ترد عليها، وإزاي تطردها فعلا من قلبك بس عن قناعة وعن فهم. السبب الثالث انك انت تملأ قلبك وعقلك بالإيمان الحقيقي، فعقلك يكون على يقين 100% من دين ربنا سبحانه وتعالى، وقلبك يكون مليان بحب الله سبحانه وتعالى، بالخشية من الله سبحانه وتعالى، بشعور بمعية الله سبحانه وتعالى. ساعتها ينعكس الكلام ده على جوارحك، تلاقي نفسك بتتقي الله، بتحسن، تعمل صالح، تلاقي الصلاة خفيفة على قلبك، الخشوع سهل، الذكر ربنا بيطمنك، تستمتع بالقرآن الكريم، تستمتع بالطاعات، تبغض الحرام، تبعد عن الحرام بسهولة، تشعر بلذة العبادة وبلذة القرب من الله سبحانه وتعالى. هو ده الانعكاس بتاع الإيمان الحقيقي، الإيمان اللي يملأ قلبك وعقلك. السبب الرابع اللي يخليك تسمع دروس بناء الإيمان، إن لو حد من أولادك، من أهلك، من معارفك، من اللي حواليك جه سألك عن الإسلام تقدر تجاوب، جه سألك على شبهة معينة تقدر ترد عليه، جه يقول لك واحد مش مسلم قال لك فهمني الاسلام، اقنعني بالاسلام، تقدر تقنعه، تقدر ترد عليه، تقدر تدافع عن دينك. ما تتاثرش بقى باي شبهه تسمعها واي شبهه حد يقولها لك، بالعكس انت تقدر ترد عليه وتفهمها له وتشرحها له وتتعامل معاه بذكاء، وتخليه هو اللي يعني سبحان الله تدعوه وتخليه يدخل في الاسلام. السبب الخامس والاخير والمهم جدا اللي كلنا بندور عليه هو السعاده الحقيقيه، انك انت تصل الى السعاده الحقيقيه في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله. لانك انت لما تكون في الدنيا على يقين من دينك، عارف انت اتخلقت ليه، عارف ربنا عايز منك ايه، عارف ايه غايه حياتك ده وايه الهدف منها، هتبقى عايش مرتاح، حاسس بمعيه الله سبحانه وتعالى، حاسس بالقرب من ربنا سبحانه وتعالى، روحك مرتاحه، هتبقى عايش في سعاده، في رضا، في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله، في الجنه، مع اللي تحبهم واللي قربتهم لربنا سبحانه وتعالى.